السلام عليكم. امتى خصك تخرج التيتر ديالك من المحافظه؟ يعني داك الكناش الزرق اللي تنقولوا ليه نظير الرسم العقاري، ولا بالفرنسيه ديبليكاتا دي تيتر فونسيي. وامتى غتخليه في الارشيف ديال المحافظه يعني بلا ما تخرجوا؟ هاد الاسئله تيطرحوها عليا العديد من المستمعين الكرام، وبهذه المناسبه كنشكركم على التشجيعات ديالكم، على الدعم ديالكم ديال القناه، على التعليقات ديالكم. الله يجزيكم بخير والله ييسر الامور للجميع. اذا هذه القناه نذكركم بانها قناه عمليه كتهضر على العقار سواء كان محفظ او غير محفظ، والمعلومات اللي كاينه في هذه القناه معلومات عمليه فقط. داك الشيء اللي كنعرف، ماشي شي حاجه نظريه، وماشي شي حاجه ديال البحث، ولا شي حاجه نقول لكم ها القانون اش قال في هذه ولا في هذه. القانون كينجبدو باش نهضر على المسائل العمليه فقط. وبالنسبه لهذا الكناش الزرق، هذا التيتر كنت هضرت عليه بزاف ديال الحلقات في هذه القناه، خصوصا كنشرح الفرق ديالو. هو الفرق ما بين هذا الكناش الزرق وما بين الشهاده ديال الملكيه، وكذلك تنهضر عليه في المسائل ديال الحمايه ديال العقارات من الاستيلاء عليها، يعني ديك مافيا العقار. وقلت لكم بان الا عندكم شي عقار مهجور، يعني ما كتمشيوش ليه بزاف، خصوصا الاراضي ولا الفيلات المهجوره ولا الديور، خصكم تجيبوا هذا الكناش الزرق من المحافظه، لان من بين الوسائل اللي تقدر تحمي هذاك العقار المهجور المحفظ طبعا هو الا جبتي الكناش من المحافظه وخليتي عندك. واخا ديك مافيا العقار كتزور لك الهويه ديالك ولا كتزور لك العقد، وكتجي عند المحافظ باش تقيدو في التيتر، المحافظ تيقول لهم راه الكناش الزرق خارج، جيبوا لي الكناش الزرق عاد نقيد لكم هذا الشيء اللي جبتو. اذا هذه وسيله لحمايه العقارات المهجوره من الاستيلاء عليها من طرف مافيا العقار، وهذا الشيء هضرت عليه في الحلقات الماضيه، تقدروا ترجعوا لهم. في هذه الحلقه غادي نهضر على المسائل العاديه، مسائل تطبيقيه عمليه عاديه. شحال من واحد تيسولني تيقول لي شريت واحد البارتما، واش نجيب لك الكناش ولا لا؟ شريت هذه. اذا غنعطيكم جوج ديال الامثله تطبيقيه بالنسبه لهذا النظير ديال الرسم العقاري ولا هذا الكناش الزرق. المثال الاول هو اللي كتشوفوا قدامكم اعلى الصوره على اليسار. الا جاب الله حفظي ايها المستمع الكريم، ايتها المستمعه الكريمه، واحد العقار فلاحي، واحد الفيرما ما شاء الله، واحد الارض فلاحيه كبيره. هذاك التحفيظ كتمشي في الاول للمحافظه، كتحط طلب ديال التحفيظ، كتدي معاك رسم الملكيه ديالك ديال العدول، وكتمشي تحفظ، كتخلص واجبات التحفيظ. ومن بين هذاك الخلاص اللي خلصتي راه فيها 200 درهم ديال نظير الرسم العقاري ديال هذه الوثيقه، راه خلصتيها ملي حطيتي مطلب التحفيظ. وملي كتحط مطلب التحفيظ واحد شهرين كيجي عندك المهندس ديال المحافظه، كتفرح به وكتوري ليه الحدود ديال الملك ديالك، ديال الضيعه ديالك، ديال الفلاحه ديالك، وكيحضروا معك الجيران باش الا شافوك ما حطيتيش البورنيات في البلايص ديالهم يقدروا يتعرضوا. اذا هذه العمليه راه كتسمى اشهار قانوني، عمليه اشهاريه باش كل شيء يسيق الخبر بانك كتحفظ. من بعد هذه العمليه ديال التحديد ما كتبقاش كتشوف المحافظه حتى كيعيطوا عليك، ولا كتمشي تسول على الدوسي ديالك فين وصل. من بعد واحد عام تقريبا تيقولوا لك على سلامتك راه داز تيتر، يعني راه ولا رسم عقاري نهائي، راه تحفظ، وكيعطيوك النمره الجديده ديالك عوض النمره القديمه ديال مطلب التحفيظ باش كتبع الشغل ديالك. في هذه اللحظه فاش يقولوا لك راه داز رسم عقاري كتفرح، كتشعر بواحد الفرحه كبيره. اشنو اللي خصك دير دابا؟ كنصحك باش تقول لهم الله يخليكم راه بغيت نخرج الكناش ديالي نظير الرسم العقاري. هذا الكناش شنو فيه ملي كتحفظ اول مره فيه هذاك الملخص ديال مسطره التحفيظ، يعني تيقول بان المحافظ راه تلقى من عندك
واحد مطلب التحفيظ رقم كذا وفي اسم كذا في السميه ديالك انت، وراه داز المسطره ديال التحفيظ ديالك بدون تعرض، ولا كان شي تعرض راه كيقول بان فيه تعرضات، وبان المساحه النهائيه هي هذه والحدود ديالك هي هذه، كاع المسائل التقنيه والقانونيه كيذكرها. وفي الاخر تيقول لك يسلم نظير الرسم العقاري لفلان اللي هو المالك المقيد، يعني انت. وكيسني المحافظ هذا الملخص ديال العمليه ديال التحفيظ ديالك، وكيدير معاه في الاخر ديال هذا الكناش الزرق كيدير معاه التصميم العقاري ديال الملك ديالك، يعني تيدير فيه البلان اللي كنقولوا البلان ديال الكاداستر، البلان الطوبوغرافي، وفيه الحدود وفيه المساحه وفيه الاحداثيات، تيلصقوا في الاخر وتيولي هذا النظير ديال الرسم العقاري هو اش غنقول لك شي حاجه ملموسه. ملي حفظتي في الاول شحال ديال تماره، شحال ديال سميتو، خلصتي شحال ديال الفلوس، وفي الاخر ملي كيقول لك المحافظ راك حفظتي ما كتشوف والو، ما تيبان لك والو. باش يبان لك تبانوا لك الامور ويكون هذا الكناش رمز ديال التحفيظ وتخليه عندك وتحتفظ عليه وتفرح به، غادي تطلبوا للمحافظ وغادي يوجدوا لك، غايقول لك الله يخليك خلي لي واحد الاسبوع ولا واحد 10 ايام باش نوجدوا، لان راه ما ساهلش كاع داكشي اللي قلت لكم، ديك المسطره ديال التحفيظ تينقلها في هذا الكناش وكيجيب البلان وكيلصقو وكيسنيه تيراقبو، تيدير المراقبه واش داك الشيء صحيح ياك ما غلط، وكيسنيه عاد ديك الساعه تيقول لك اجي، وكتجيب معاك البطاقه الوطنيه ديالك فقط. الخلاص راك خلصتي في الاول 200 درهم، وكتدي هذا الكناش الزرق مجانا من المحافظه، وتيبين لك بانك حفظتي. ملي كتاخذو مباشره كتمشي للدوار وكتوريه للناس وتتفرح به، وخصك تشري واحد الخروف، ها هو راه صورته تحت هذا الكناش الزرق، شري واحد الخروف يكون سمين ويكون لذيذ ويكون من النوع ديال اللي معروف في المغرب، السردي البرقي الى اخره، ودير شي زرده الله يجزيك بخير، ذبح الخروف في ديك الارض ودير شي خيمه وعرض على الجيران ديالك هما الاولين اللي مجاورين بك واللي حضروا في عمليات التحديد وقالوا لك الله يسخر لك، وما ما تعرضش على المتعرضين، اللي تعرض لك ما تعرضش عليه لان راه سخسخك في المحكمه، ما تعرضش عليه، عرض غير على الجيران ديالك اللي قالوا لك الله يسخر لك وحضروا في التحديد، وعرض على احبابك وعلى اللي بغيتيه وعلى الفقيه ديال الدوار و ممثل السلطه المحليه المقدم ولا الشيخ، وعرض على احبابك كاع اللي كتعرف، ودير يعني الكباب ودير دخاخ تماك وفرح بالناس وفرح بالتحفيظ ديالك وهنيئا لك بالكناش الزرق ديالك. هذه هي الحاله فاش تقدر تجيب هذا الكناش الزرق وتخبيه عندك مع الوراق ديالك وبالصحه والراحه. دابا الحاله الثانيه العمليه اللي ما خصكش تخرج هذا الكناش الزرق وما خصكش تسحبه من المحافظه العقاريه، خصك تخليه في الارشيف ديالها يكون تماك في امان الله وحفظه. هي الحاله الثانيه اللي كاينه لتحت ديال هذه التصويره، لتحت على اليسار. الا جاب الله شريتي واحد الشقه، اذا انت ماشي فلاح، انت ماشي في الباديه، ما كيهمكش هذا الرمز المادي ديال التحفيظ، شريتي واحد الشقه ديالك الله يسخر لك قبر الحياه فين غتسكن، وخديتي الكريدي من عند البنكه باش تخلصوا الطريطات 15 سنه 20 سنه على حساب العقد ديال الرهن ديال، حيت كدير واحد العقد ديال الرهن ملي كتشري الرهن لفائده البنك كيتسمى كونطرا ديبوتيك، وتتقيدوا في المحافظه على داك التيتر مباشره من بعد تقييد عقد الشراء ديالك. علاش؟ باش البنكه تضمن حقها، الا ما رديتي لها فلوسها غادي دير لك الحجز غير بالشهاده الخاصه اللي مذكوره في القانون ديال التحفيظ العقاري. هذيك الشهاده الخاصه تديها البنكه، راه هي بحال هذا نظير الرسم العقاري حتى هي راه كتعطى واحد النسخه فقط وكتعطى البنكه وكتسني عليها البنكه بحال الكناش الزرق، كتديها البنكه وكدير لك الحجز الا جاب الله ما خلصتيش. اذا علاش غادي تدي هذا الكناش الزرق؟ اش غدير به؟ اولا الشقه ديالك راك ساكن فيها، ما غتخاف لا من مافيا العقار لا والو. ثانيا
بيني وبينك شكون اللي شافك؟ واش شريتي الشقه ولا ما شريتيهاش؟ تقدر تعرض على صحابك ودير لهم مثلا الزرده حيت شريتي الشقه باش يباركوا لك، ولكن ماشي بحال هذاك الفلاح اللي في الباديه اللي حفظ الضيعه ديالو وفرح بها، وهذاك الكناش تيرمز للتحفيظ بان راه حفظ. اذا انت شريتي شقه لنفرض انت ما نعرف باش ما نخسرش الهضره، انت معاند مشاكس، قلتي والو غنخرجوا، عندي الحق خلصت 200 درهم خصني نخرجوا، وماشي انت اللي خلصتيها، راه هذاك المنعش العقاري اللي بنى هذيك العماره وخرج تيترات هو اللي خلص 200 درهم. انت ما غاديش تخلصها، مازال غادي تقول مخلص الكناش راه نخرجوها، انت كاع خرجتي. راه ملي غادي تسالي الكريدي ديالك من دابا 20 عام ضروري خصك ترجع هذاك الكناش للمحافظ، الا جاب الله خديتي رفع اليد عن الرهن، يعني لا من لوفي باش تقيدها في الكناش ديالك باش تحيد الكريدي. اذا من هنا 20 عام شكون اللي غيضمن لك بان داك الكناش باقي غتحتفظ عليه في الدار ديالك ولا بالورق ديالك؟ يقدر يتجلى لك، يقدر الله اعلم. 20 سنه راه ما سهلاش باش تدي واحد الامانه، لان هذيك غير امانه من المحافظه وتخليها عندك في الدار 20 سنه وتسنى حتى تاخذ لا من لوفي، يعني تخلص الكريدي ديالك عاد تقلب على داك الكناش وما غاديش كاع تعقل عليه بعدا، ما غاديش يكون في راسك، غادي تديها غير لا من لوفي، يعني رافع اليد عن الرهن للمحافظه وتفرح وتقول صافي راه غادي نشطب على الكريدي ديالي واخيرا خلصت الكريدي، كملت الطريطات 20 سنه من الاقتطاعات كل شهر، راه ما ساهلاش. راه نحيد هذا الكريدي، كتمشي للمحافظه كتفاجئ تيقول لك المحافظ واش اسيدي خرجتي الكناش الزرق في الاول، جيبوا لي هو الاول عاد نقيد لك. راه القانون تيقول لي ممنوع تقيد شي حاجه الا ما كاينش كناش الرسم العقاري، الا جاب الله تسحب من المحافظه. وفي هذه الحاله اش غدير؟ والله ما عقلت كاع فين درتو، ايوا تماك طلع هبط، سير دير ديكلاراسيون دو بيرت، التصريح بالضياع، سير لشي جريده دير الاشهار، اجي خلص، طلع هبط، خرج في الجريده الرسميه، عاد ديك الساعه يعطيك المحافظ نظير جديد وسير ردرو ثاني، وخصك تعطيه ليه ثاني باش تقيد رفع اليد عن الرهن ملي كتكمل الكريدي. باختصار الا شريتي شقه وانت ساكن فيها، خصوصا الا عندك الكريدي، ما عندك ما دير بالكناش الزرق بنظير رسم العقاري. ما نطولش عليكم، هادو جوج حالات عمليه. الحاله الاولى امتى غادي تخرج الكناش الزرق، الحاله الثانيه امتى خاصك تخليه في المحافظه. كل واحد فيكم والحاله ديالو، نتوما اللي عارفين. الكناش الزرق عرفتو دابا شنو هو، الا ديتيه للدار ديالك راه ما كدير به حتى حاجه، راه غير رمز ديال التحفيظ فقط، ما كدير به حتى حاجه. بغيتي شي معامله راه ضروري خصك تدي الشهاده ديال الملكيه العقاريه. غادي نمثلوا بالحاله المدنيه، ها هي عندك الحاله المدنيه، ولكن وقت ما بغيتي شي حاجه في الادارات، تشارك في شي مباراه ولا اي حاجه، ولا تخدم ولا شي حاجه ولا شي تقاعد ولا كما كان، اش كيقولوا لك في ديك الاداره؟ جيب لينا ياش. واش كيقول لك جيب لي الكناش ديال الحاله المدنيه؟ لا، تيقول لك جيب لي عقد الازدياد. عقد الازدياد اللي باش كتعامل كذلك في المحافظه، راه شهاده الملكيه العقاريه باش كتعامل مع جميع الادارات، مع جميع الابناك، مع جميع المهنيين. راه ماشي الكناش الزرق، الكناش الزرق غير كتخلي عندك في المحل ديالك. شكرا جزيلا لكم، اطيب الله اوقاتكم بكل خير، والى اللقاء.